وغير بيضه وحده غادي نحضروا كيك بحجم عائلي ناجح 100%. خفيف وهشيش وكيجينا بنين. جربوه وردوا عليا. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي واحد الاعجاب، تابعوا الصفحه اذا كنتوا اول مره كتشوفوا الصفحه ديالي. ما نطولش عليكم، ندوزو المقادير وطريقه ديال التحضير ديال الوصفه ديال نهار اليوم. وعلى بركه الله في المقادير غادي في واحد الاناء غادي نديروا حبه واحده ديال البيض اللي كتكون بدرجه حراره المطبخ، يعني الا كانت في الثلاجه خرجوها من قبل. هنايا غادي نديروا القليل من الملح، قبيصه ديال المليحه صغيره، واحد الساشي ديال الفاني يمكن لكم تعوضوه بقشور الليمون ولا الحامض، وكاس ديال السكر سنيده. وكنخدموا المكونات مع بعضياتهم مزيان مزيان حتى كتحصلوا على هذا الشكل هذا. هنايا غادي نضيفوا كاس معمرش ديال الزيت. بالنسبه للكاس يعني ما يكونش عامر، غير كاس الا ربع. غادي نضيفوه حنايا كنحركوا على هذا الشكل هذا حتى كينسجم لينا داك الزيت مع باقي المكونات. دابا غادي نزيدو كاس ديال الحليب، دائما العبار بنفس الكاس باش عبرنا باقي المكونات. الحليب حتى هو راه بدرجه حراره المطبخ، ولا كان بارد فيه شي شويه. ودابا غادي ندوزو نزيدو الدقيق. عندنا هنايا الكاس الاول. وبالنسبه لهذا الكيك هذا فغادي يهز لنا بالضبط 2.5 كيسان ديال الدقيق، يعني ما يعادل 250 غرام ديال الدقيق بالنسبه للناس اللي بغاو يوزنوا بالميزان. ضفنا الكاس الثاني وهادو 2 خمارات ديال الحلويات من فئه 7 غرام 7 غرام 14 غرام في المجموع، وهذا نص كاس الاخير. وغادي نخلطوا المكونات مع بعضياتهم. هنايا من بعد ما غادي نجمعوا هذا الخليط هذا فغادي تحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون ثقيل كما شفتوا معايا. فهنايا السر ديال الكيكه باش انها تجينا خفيفه وتجينا طالعه وتجينا هشيشه، فكنديروا اولا معلقه ديال الخل كما شفتوا معايا كتخلي الكيك كيجي هشيش. وهنايا 3 المعالق كبار ديال الماء اللي كيكون في درجه الغليان، يعني الماء اللي كيكون سخون ضيفوهم وحركوا دغيا. هاد الماء السخون كيعطينا واحد الكيكه اللي كتجي خفيفه بزاف بزاف وكتجينا ناجحه وخاويه من الداخل. جربوه بالكيكات ديالكم، خصوصا هادو اللي كيكونوا بيضه واحده وردوا عليا. هذا هو القوام ديال الكيك، يعني فاش كنكتبوا برقم 8 راه كيبقى يعني باين فوق العجين. هنايا المول اللي مدهون بالزبده ومرشوش بالدقيق كندخلوه للفران اللي كيكون بارد، كنشعلوه ليه لتحت وكنخليوه حتى كيطيب وكيتحمر. بعد ما كيطيب الكيك ديالي فهنايا كما غادي تشوفوا معايا فانا زينته بالمربى والكوك، وانتم زينوه باش ما بغيتو كيبقى لكم الاختيار. وهنا غادي تشوفوا بلي واحد الكيك اللي كيجي زوين وخفيف بحال مسقي وبحجم عائلي. بالنسبه للقطر، الناس اللي غادي يسولوني على القطر ديال المول فهذاك فيه 24 سنتيم، يعني الحجم الكبير. وهذا هو الشكل ديال الكيك ديالي. جربوه وردوا عليا. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده من هنا لا فيديو الجاي. خليت لكم من هنا وراحه البال. تهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف ومع السلامه.